الحكاية بدأت سنة 2008 لما حصلت أزمة اقتصادية كبيرة في أمريكا، وبنوك كتير ابتدت تفلس ومؤسسات اقتصادية كبيرة بتنهار والوضع الاقتصادي رايح لكارثة. بيظهر شخص مجهول اسمه ساتوشي ناكاتومو. طبعا ده مش اسمه الحقيقي وده اسمه مستعار. الراجل ده بيخترع عملة رقمية إلكترونية اسمها بيتكوين، وبيعمل ويب سايت عشان تتم عليه عمليات التداول. فكرة التداول في الويب سايت دي كانت بنظام البير تو بير، يعني عملية التداول بتتم من شخص للتاني من غير وجود أي وسيط زي البنك المركزي أو الجهات اللي مسؤولة عن عملية التداول. والفلوس بتتحول من الشخص الأول للشخص التاني بعمولة بسيطة جدا، وأوقات تانية من غير عمولة أساسا. أول عملية تداول حصلت على البيتكوين كانت سنة 2009، وعملها شخص اسمه لازلو هاينيتش. الراجل ده باع 10,000 بيتكوين في مقابل قطعتين بيتزا. في الوقت ده كان البيتكوين سعره أقل من دولار. النهارده البيتكوين سعره 63,000 دولار. يعني الراجل ده لو كان استنى ما باعش البيتكوينز بتاعته مقابل قطعتين البيتزا كان هيبقى معاه 63 مليون دولار. تخيل بقى الخساره اللي خسرها الراجل ده. البيتكوين في عدد محدود جدا من العملات موجود في العالم، هم 21 مليون بيتكوين، وبيتم زياده عدد البيتكوينز دي من خلال عمليه اسمها التعدين. التعدين ده بيتم عن طريق اجهزه كمبيوتر بمواصفات عاليه جدا بتحل معادلات رياضيه صعبه، في مقابل ده بتستخرج البيتكوين، وبكده اعداد البيتكوين بتزيد زيادات محدوده جدا. التحويلات اللي بتتم على البيتكوين بتتسجل على اجهزه كمبيوتر كتير جدا حوالين العالم كله. العمليات دي بتتجمع في حاجه اسمها بلوك. البلوك ده بيتحط وسط مجموعه بلوكس وبيعمل مجموعه اسمها بلوك تشين. البلوك تشين دي شامله تاريخ كل العمليات اللي تمت على البيتكوين وكل التحويلات اللي تمت، بس بدون اظهار هويه الاشخاص اللي قامت بالتحويلات دي. البيتكوين بقى بيمثل اقتصاد موازي كبير جدا لعملات الدول الحقيقيه، وفي دول اقرت بالبيتكوين وسمحت باستخدامه، زي تايلاند، زي اليابان، زي نيجيريا، زي جنوب افريقيا، زي المانيا. وفي دول تانية جربت استخدام البيتكوين ومنعت التداول بيه. في المادة 206 في قانون البنك المركزي المصري رقم 194 سنة 2020 حذر البنك المركزي المصري التداول بالعملات الرقمية والإلكترونية، وبيمنع استخدام البيتكوين. والسبب في منع البيتكوين في بعض البلاد هو ان البيتكوين هي عملة معلهاش اي رقابة، بيتم التداول من شخص للتاني بدون وجود اي جهة رقابية بتتابع عملية التداول دي. ممكن يستخدم بمنتهى البساطة في تداول سلع غير مشروعة او في عمليات اجرامية. يعني ممكن يتم في عمليات بيع المخدرات وبيع السلاح وغيره من العمليات. البيتكوين النهارده مش هو العمله الرقميه الوحيده اللي موجوده، ابتدى يظهر عملات تانية زي الاثيريوم والبي ام بي واللايت كوين والدوج كوين وغيره. والعملات دي ابتدت الناس تلجأ للتداول بيها لان البيتكوين بقى غالي جدا. لو عجبتكم الحكايه اكتبوا لنا في الكومنتات، واستنونا الفيديو الجاي عشان نكمل قصتنا. سلام.